السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. كيفية الربح من تربية الحمام في المنزل، وكيفية استغلال سطح المنزل في ان انا اجيب منه اموال وان انا اربح منه. ولكن يا جماعة خلينا بس في البداية نتفق ان تربية الحمام ديت بتغنيك عن صحاب السوق. تربية الحمام ديت بتغنيك عن القعدة في القهوة. تربية الحمام ديت برضه بتغنيك عن ان انت لو في شاب لسه في ربيع عمره لسه 16 17 سنه ان هو يشرب سجاير وان هو يتجه لاصحاب السوق، الناس اللي بتشرب مخدرات والقصه دي كلها. طب هتقول لي ازاي؟ هقول لك لو ان الشاب ده معاه مثلا كل يوم 100 جنيه، هيفكر ان هو ازاي يشتري جوز حمام حلو. هيفكر ازاي ان هو ينمي مشروع تربيه حمام عنده. مش هيفكر ان هو يروح يشتري علبه سجاير 50 جنيه. علبه سجاير 50 جنيه يا جماعه، في 70 و80 جنيه، يعني حسب نوع السجاير اللي انت بتشربها. ولكن انت لو في شاب عنده بياخد مثلا يوميه، شغال بيوميه 100 جنيه 150 جنيه، لسه شاب صغير يعني، بياخد 150 جنيه 200 جنيه، صدقني عمره ما هيروح يشرب بيها سجاير ولا يقعد بقى الكافيتيريا ولا القهوه، لا. هيوفر ال 100 جنيه دي عشان يجيب سلاكه، هيوفر ال 100 جنيه دي عشان يعمل غيه، هيوفر ال 100 جنيه دي عشان يشتري بقى جوز حمام غالي. فهنا اصبح ان الحمام بيلهيه عن صحاب السوق، بيلهيه عن مجالس السوق والقصه دي كلها. يبقى هنا بضرب كذا عصفور بحجر واحد. انا هنا يا جماعه عايز انصح اي اب بيسمعني دلوقتي واي ست بيت بتسمعني دلوقتي، لو اولادكم حبوا الغيه الجميله دي تشجعوهم عليها. صدقوني صدقوني هتغنيه عن حاجات كتير جدا، يعني هتلهيه عن صحاب السوق وتلهيه عن السهر بره. في ناس يا جماعه اعرف شباب بيقعدوا عند الحمام بالثلاث اربع ساعات. صدقوني والله العظيم اعرف ناس بتقعد كل يوم عند الحمام بالثلاث اربع ساعات. فهو لما يقعد عند الحمام ويشوف الزغاليل بتكبر قدامه، والحمام بيحصي والحصى ده بيفك والفك ده وبعد كده الزغاليل بتكبر قدام عينيه، وبعد كده يبيع الزغاليل او يربيها تاني. فديت متعة، دي متعة. في ناس جواه بتحب تربية الحمام. طيب خلينا بس عشان ما نشردش من الموضوع، لو احنا عايزين ان احنا نكسب من تربية الحمام، طبعا قلنا لك ان احنا هنستغل سطح المنزل، تعمل فيه عش، هتعمل فيه غيه، وتوفر لكل جوز حمام اي عيون عندك في المكان. طيب هنبدا اختيار الانواع يا جماعه اللي انا بربيها مهم جدا. لو انا عايز اربي ان انا اعمل مشروع، يبقى انا بنصحك ان انت تربي الحمام اللحم الفرنساوي، او ان انت تربي الحمام الغزار، لان الحمام الغزار ماسك سعر. ولكن بلاش ان نجيب حمام اللي هو يعني عايز حضان. في حمام بيفرخ نفسه بنفسه بيطلع الزغاليل بتاعته، وفي حمام بيبقى انت بتجيب الجوز عايز قصاده جوزين تانيين عشان ان انت تفرخ الحمام ده. فيفضل ان انت لو جبت حمام ان انت تكسب منه، بلاش ان انت تجيب معاه حضان. هات حمام بيفرخ نفسه بنفسه. في انواع حمام زينه ياما، طبعا الحمام الفرنساوي حمامه حلوه جدا. الزاجل يا جماعه بيكسب، الكريزلي حمامه حلوه، ممكن ان انت برضو تكسب منها. فاختيار نوع الحمام يا جماعه مهم جدا. وكمان لازم اختار السلاله القويه للتربيه، يعني مش اختار اي حمامه تنتج عندي، لا. في يا جماعه سلالات، كل الحمام انواع الحمام فيها سلالات. في سلاله منتجه وعاليه الانتاج، وفي سلاله بيبقى نفس النوع على فكره. يعني حمام زاجل مثلا، في نوع في زاجل منتج وفي زاجل انتاجه ضعيف. فلازم أنا اختار السلاله. هتعرفها ازاي؟ هتلاقي الحمامه بتنتج وزغليلها بتطلع على طول وبتلحم العيش. اختار منها حمام للتربيه، اختار منها زغاليل للتربيه. الحمام اللي هو منتج ده اختار منه حمام ان انت تربي منه. طيب تعالى بس نعمل عمليه عشان اعرفك ان الحمام ده بيكسب ولا ما بيكسبش. وفي ناس كتير جدا مستثمره فلوسها في او عايزه تزود الدخل بتاعها، فحاطه فلوسها في الحمام. طبعا الحمام انت مش بتحط فيه فلوس اصلا. انت ممكن لو عندك 10 جواز حمام في السنه يبقوا 70 80 جوز، في السنه الواحده يبقوا 70 80 جوز. لو انا مثلا يا جماعه بربي 10 جواز لحم، 10 جواز لحم فرنساوي، وعايز اكسب منهم، هكسب. ايوه هتكسب مكسب حلو كمان. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ان ال10 جواز دولت الجوز فيهم في السنه بيجيب له 8 9 عشوش و10 عشوش كمان. لا يا عم خليها يجيب 7 عشوش. يعني ال10 عشوش دولت، ال10 جواز دولت في السنه في 7 ب70 جوز، بيجيبوا لي 70 جوز. يعني ال70 جوز دولت انا لو ربيتهم بقى عندي مزرعه حمام فوق السطح، بقى عندي مزرعه حمام. يبقى انا ال70 جوز دول هاخد من كل جوز منهم كل 40 يوم دوره الانتاج يا جماعه. 40 يوم يعني ايه؟ يعني الحمام بيضع البيض
بيقعد في الصيف 17 يوم وفي الشتاء 20 يوم عشان يفك، خلينا 18 يوم كمتوسط. فالحمام بيقعد كمان 22 يوم عشان ان هو يكبر الزغاليل، خليهم 25 يوم، و18 يوم حوالي 43 يوم، 45 يوم كمان يومين ندوم كمان يومين، 5 شهر ونص. كل شهر ونص هتاخد جوز زغاليل من ال70 جوز دول، من ال70 جوز اللي احنا خليناهم. يبقى انا هنا اصبح عندي 70 جوز زغاليل ابيعهم، خليهم 50 جوز بضع تروق، خليهم بلاش، خليهم 50 جوز بس ان انا اخدهم منه. طيب خلينا بس اعمل لك عشان اسهل لك الموضوع، اقول لك اعرفك برضه ان الحمام بيكسب، بس هو عايز صبر، بس الموضوع بيبقى عايز صبر في اوله. الجوز الحمام في اليوم بياكل 100 جرام اكل، بياكل كل في اليوم 100 جرام، يعني ال10 جواز دولت كلهم هياكلوا معاك كيلو، كل يوم هياكلوا معاك كيلو. طيب الجوز بياكل في ال40 يوم دول كيلو، يعني في ال40 يوم في 10 ايام بياكل 4 كيلو، في ال40 يوم دولت الجوز بياكل 4 كيلو. ال4 كيلو في 20 جنيه، خليك كيلو الكلفه ب 20 جنيه، انا بحسب لك بزياده اهوت. يبقى هياكل ب 80 جنيه، تمام. الجوز هياكل ب 80 جنيه، هتصرف عليها ادويه وفيتامينات وحاجات زي كده 10 جنيه، يبقى ب 90 جنيه. الجوز اللحم الفرنساوي لو انت يعني راح ترميه كده، لو راح ترميه هتبيعه ب 160 و170 و180 و200 جنيه كمان. انا بجيب لك من 160 اهوت، يعني من 160 ل 200 جنيه، يعني اقل حاجه تكسب في الجوز 60 70 جنيه في الجوز الحمام في دورة الانتاج اللي هي 40 يوم 45 يوم، هتكسب في الجوز 60 70 جنيه. لو انت بقى عندك 50 60 جوز، شوف انت هتعرف تكسب منهم ولا مش هتعرف تكسب منهم. وكمان يا جماعة ان الحمام ده بتوفر منه البروتين بتاعك، على فكرة من اشهى انواع الطيور ان انت بتربيها هو الحمام. غية دي رقم واحد، دي الحمام ده غية مزاج، يعني الناس بتضيع وقتها وادمان، الحمام ده غية. تاني حاجة بيكسبك لو انت ادارتك صح ومشروعك صح. الحاجة اللي بعد كده ان الحمام ده بيلهيك عن حاجات كتير جدا، زي ما قلنا في بداية الفيديو. شجعوا اولادكم ان هم يربوا الطير الجميل دول، في انواع كتير تصلح للتربية، مش لازم ان انت تربي لحم فرنساوي، في عندك كذا نوع، في كريزلي، في زاجل، في الحمام الغزار، في حمام الزينة، في جميع انواع الحمام اللي تلاقيه مناسب عندك ربيه. بتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ويكون قدم لكم معلومه ان شاء الله تعالى، وعدكم في فيديوهات قويه جدا المره القادمه. اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.